كم مرة صرنا سكين بظهر شخص لأن سمعنا بس نص السالفة؟ منو اللي انطاك الحق تنصب نفسك قاضي وتوزع صكوك اتهام؟ فلان قصر وفلانة غلطت، بيا شرع بيا قانون انتين بكرامة الناس؟ انت ما شايف من قصتهم بس الكشور؟ يا معود ايش بيك؟ احنا مو غشمة، خبرة السنين علمتنا نستنتج السالفة من بعيد، والشغلة مبينة وضوح الشمس وما يراديها روح القاضي. خبرة السنين تثقل العقل، تخلي الواحد يتأنى، ما تخليه يتبلى على عباد الله. السالفة اللي تشوفها واضحة يمكن وراها جبل من الظروف اللي انت اصلا ما تدري بيها. وانتو يلي تسمعوني، كم مرة صرنا سكين بظهر شخص لأن سمعنا بس نص السالفة، وبعدين من اكتشفنا الحقيقة طلعنا احنا ظالمينه وهو بطل للظرف اللي كان بيه، بس لأن احنا ظننا سيء ونحاول قبل انه احنا نستنتج ونعطي النتيجة. الكلمة اللي بهالاستعجال يمكن تهدم بيت او تكسر قلب ما ينجبر. يا اخي خففوا احكامكم على الناس، ترى البيوت اسرار والظليمة عاقبتها وخيمة عند الله. والله اخويا كلامك بمكانه، غرتنا السنين وعبالي فاهم كل شيء، استغفر الله عن كل كلمة حكيتها بغير حق. كونوا سند لبعضكم بالكلمة الطيبة، مو جلادين بالظنون السيئة وتحكمون بكيفكم. تدرون ليش؟ لأن هو هذا المفروض.